في 30 اغسطس 1930 اتولد طفل في ولايه نبراسكا. عادي، طفل اتولد في امريكا، ايه اللي ممكن يواجهه اصلا من مشاكل؟ بس المشاكل ابتدت ظهرت لما دخل المدرسه، ابتدائي، اعدادي، ثانوي. كان طالب فاشل جدا، كان طالب اقل من بقيه زمايله، وفعلا كان مستواه واضح هو ازاي اقل من كل اللي حواليه، لحد ما وصل سن 16 سنه وقتها جمع $53,000. انت متخيل $53,000 قد ايه؟ اساسا ده رقم كان كبير قوي وقتها، ولسه لحد دلوقتي لسه رقم كبير. وكان وقتها حاسس ان هو خلاص بيقدر يعمل فلوس، فمش محتاج يكمل دراسه. بس اهله فضلوا يلحوا عليه ان هو انت لازم تكمل دراستك لان ده الشيء الوحيد المضمون. راح درس الاعمال في جامعه بنسلفانيا وخلصها، بس وهو بيخلص الجامعه بعد تقريبا مسيره 20 سنه قال ايه، طب انا حبيت الدراسه ليه ما كملش؟ قال هقدم في جامعه هارفارد، اكبر جامعات العالم، هقدم في قسم بزنس عشان خاطر ده مجالي، ده الجزء اللي انا بحبه واللي انا مهتم وشغوف بيه، فطبيعي ان انا هدرسه. بس كانت المشكله الوحيده في تقديمه لهارفارد لو لازم يعمل انترفيو لمده 10 دقائق مع شخص عشان يا اما هيتقبل يا اما هيترفض. ولما راح الانترفيو اللي قعد تقريبا 10 دقائق، ال10 دقائق دول خلص بان الراجل اللي عمل معاه الانترفيو قال له انسى ان انت اصلا تتقبل في جامعه هارفارد، ان انت اقل من ان انت تتقبل اساسا. بس هل تفتكر الشخص ده لما اترفض من جامعه هارفارد اللي هي بالنسبه له في وقتها كانت حلم، الشخص ده قابلته مشاكل؟ طب هل عنده تروما؟ هل مثلا جاله خوف شديد ان هو يقدر يقدم في حاجه بعد كده؟ اطلاقا. الشخص اللي معانا هو وارن بافيت، هو اغنى خامس راجل في العالم، هو الرئيس التنفيذي لشركه بركشير هاساو. يعني بصوا مقفل الدنيا، وطلع بتصريح ان احسن حاجه حصلت في مسيرته هو رفض جامعه هارفارد ليه، ودخل من جامعه للتانيه وعرف في مجال البيزنس يكون بقى شخص بصوا متوحش اساسا، لحد ما وصلت ثروته $117 مليار. فانت تيجي تسالني دلوقتي ايه اصلا علاقته باللي احنا جايين نتكلمه، وايه مشكلته من الخوف من الفشل؟ ده مترابطين جدا، لان هو لما قدم في جامعه هارفارد ممكن اي حد مكانه لما يفشل في حاجه زي دي يخاف ياخد اي خطوه بعد كده، زي ان هو يقدم في مقابله عمل، او ان هو يروح كمان يقدم امتحان عادي جدا، او تاسكات طبيعيه في الشغل. فموضوع حلقتنا النهارده هو فوبيا او رهاب الخوف الشديد، اللي هو الاتيكوفوبيا او الاتيتشفوبيا على حسب ما عايز تقولها ازاي قولها بقى. الشخص اللي عنده اتيكوفوبيا مجرد الاداء اليوميه بتاعته هتكون صعبه قوي، يعني مجرد تاسك مثلا في الشغل بسيط هيكون خايف دايما ان هو يعمله عشان خايف يفشل فيه، زي مثلا ان هو يخش علاقه عاطفيه برضه يخاف ان هو يخشها عشان ما تنتهيش بالفشل، او زي اي مهمه يوميه طبيعيه زي ان هو ينزل يجيب طلبات، زي الحاجات دي كلها ممكن تنتهي بالفشل. فكل الحاجات دي كانت بتقلقه وبتخوفه، وده ممكن يؤدي للاكتئاب، لبانيك اتاك، للقلق، للتوتر، لكمان تدني نظرتك لنفسك او مشاكلك في الدراسه او في العمل. كل الحاجات دي ممكن تكون واضحه بشكل صريح لما تعاني من الاتيكوفوبيا. طب تيجي تسالني هل الخوف من الفشل بشكل شديد او الاتيكوفوبيا شبه الكماليه، انك شخص تكون متكامل؟ لا، هو في بينهم وجه تشابه وبرضه، بس الفرق بينهم كبير في الاختلاف، لان اختلافهم في ان الشخص اللي عنده كماليه او حاسس ان هو متكامل هو دايما بيركز ان هو ينجح وبس، ان هو شخص خالي من العيوب، شخص كده بيرفكشن، كل حاجه عنده مظبوطه وعلى الشعر. انما الشخص اللي عنده الاتيكوفوبيا هو دايما بيركز ان اي حاجه ممكن يعملها ممكن تؤدي للفشل، ونظرته لنفسه هتنزل لما يفشل، مع ان ده شيء طبيعي ووارد ان احنا كنا نفشل. طب ايه ممكن يسبب الاتيكوفوبيا؟ اللي ممكن يسببها هم 3 حاجات. التاريخ الصحي بتاع العيله، هل مثلا حد قريب في عيلتك من الدرجه الاولى او الثانيه بيعاني من مشاكل صحيه زي الاكتئاب، زي القلق، زي التوتر الشديد، ده ممكن يؤدي لانك ممكن لما تتولد يجيلك الاتيكوفوبيا. وتاني حاجه هو السلوك المكتسب، ده بيجي نتيجه من البيئه المحاطه بيها، او بالتحديد عيلتك لما دايما بتحطك تحت ضغط ان اي نوع من انواع الفشل ده غير مسموح وغير مقبول بيه، زي مثلا انك تخش امتحان من 100 درجه تنقص درجه يفضلوا يلوموك الدرجه دي راحت فين. دي حاجه مش منطقيه، لان طبيعي كلنا بنغلط، وانك تشد دايما في ان الشخص ما يفشلش ده بيؤدي لفشله عشان هو دايما تحت ضغوطات، الضغط دايما بيولد الفشل تحت اي بند. وثالث حاجه زي التجارب المؤلمه، زي مثلا ريليشن شيب، علاقه عاطفيه انت دخلتها في وقت ما وفشلت، او زي شغل انت دخلته وخسرت فيه فلوس كتيره. الحاجات دي للاسف بتاثر وممكن توديك الاتيكوفوبيا. طب ايه هي اعراض الاتيكوفوبيا عشان لو عندي ابدا احس ان هي عندي؟ الاعراض هتلاقيها كالاتي: ان دايما نظرتك لنفسك بتكون قليله قوي، وانك بتخاف تاخد اي تجربه في اي حاجه جديده، اي حاجه جديده خلاص انت بتقفل الباب عليها، مش عايزين نجرب عشان ما تؤديش لفشل. فبالتالي انت مهامك اليوميه حتى البسيطه انت ما بتكونش عايز تعملها لانك خايف تفشل، وده بيؤدي لجلد الذات والاكتئاب والتشاؤم، انك بتبقى غير قابل للنقد، انك مش عايز حد ينقدك، لا نقد بناء ولا غير بناء كمان. وممكن في بعض الاحيان في الاتيكوفوبيا تلاقي نبضات قلبك سريعه، وتحس بغثيان في البطن، وتحس بقشعريره ودوخه وضيق في التنفس. دلوقتي انت واحد عندك اتيكوفوبيا، ازاي تقدر تشخصها؟ دي للاسف تشخيصها بيبقى صعب شويه عشان خاطر لان ده مثلا مش مرض زي البرد فاعراضه هتبان، بس دي لازم تروح لدكتور مختص. دكتور مختص وقتها
بيبدا يسالك اسئله زي من امتى وانت بتحس بخوف من الفشل شديد، من امتى وانت ادائك اليوميه مش بتقدر تعملها بشكل متكامل، وكم مره حصل لك كده، وهل في ناس بتتدخل في حياتك بشكل سلبي بيؤدي لانك دايما خايف. واسئله من النوع ده بتؤدي بقى لان هو بيبدا يكتشف ان هل ده اتيكوفوبيا فعلا ولا ممكن يكون مرض نفسي تاني. وكمان هيبدا يسالك لو عندك اي اضطرابات بالصحه العقليه، ان الاضطرابات دي مثلا زي الهلع او زي ما بعد الصدمه، كل الحاجات دي برضو بتؤدي لاتيكوفوبيا. طب دلوقتي انت واحد عرفت مرضك، عرفت مشاكلك، عرفت كل حاجه، هل ده له علاج؟ طبعا له علاج، مفيش حاجه ملهاش علاج، بس علاجها هيجي في 3 حاجات. اول حاجه وهو السلوك المعرفي، وده انك اديك عرفت مرضك تبدا تقرا عنه، تبدا تشوف اعراضه، تبدا تشوف سببه اصلا الجذري ايه من البدايه. وتاني حاجه وهي عن طريق التعرض، لانك تعرض نفسك لمواقف انت بتخاف من الفشل فيها فتاخدها، وممكن ما تفشلش، هتنجح فيها، وفي مواقف تانية ممكن تفشل فيها، فاللي تفشل فيه تاخد ان الموضوع ببساطه، لان كلنا بنفشل، مفيش حد ما بيفشلش، لان كل الناس بتفشل زي المليونير، وكمان الناس الاغلى اللي معاهم مليارديرات اللي لسه قايلينه في اول حلقه، وارن بافيت، ما هو فشل في دراسته فشل ذريع. فمجرد فشلك في ثانوي او في جامعه لانك ما تطلعش بتقدير كويس، انك مثلا تطلع مقبول او تعيد مواد، ده شيء ما يخوفكش في المستقبل انك تاخد اي خطوه، لا بالعكس، خد الخطوات ومع سعيك انت هتنجح في حاجه معينه. فزي فيلم عصابه الدكتور عمر، شفنا ازاي كان بيحاول المرضى النفسيين بتوعه دايما يديهم بالتعرض عشان خاطر بيقول دي حاجه من امريكا راجع اطبقها في مصر، وفعلا كان بالتعرض الناس بتبدا تتعالج واحده واحده. وثالث حاجه هي عن طريق الادويه، بس الحاله دي بيتجنبوها، بيخلوها في الاخر خالص لو انت بتعاني من امراض تانية زي الاكتئاب، زي التوتر، بيجي لك بانيك اتاك، فوقتها بيضطر الطبيب ان هو يكتب لك على دواء، بس ده ما بيكونش الاوبشن الاولاني خالص، ده بيسيبوه للخيار الثاني او الثالث والاخير كمان. طب دلوقتي الوقايه، انت واحد خايف يكون عندك خوف شديد من الفشل، ايه اللي ممكن تعمله؟ اللي ممكن تعمله هو ان البيئه اللي حواليك المحيطه زي صحابك، زي عيلتك، زي جيرانك القريبين منك، دايما بيدوك سبورت. فعلا السبورت ده يقدر يقومك لو بتفشل، دايما يكونوا بيدعموك وفي ظهرك ويحسسوك ان انت عملته عادي، شيء طبيعي، وبالعكس يكونوا فخورين لمجرد انك بتجرب، لان مع التجربه هتنجح. وتاني حاجه هي طبعا تظبيط اكلك، لان الاكل مليون في المية بيأثر بالسلب على الجسم، زي تناول الكافيين كتير، وزي كمان المخدرات اللي لازم تبعد عنها البعد، عشان خاطر سواء الكافيين او المخدرات دول بيعلوا التوتر وبيعلوا القلق في الجسم، فبيزود من احتماليات الرهاب. طب انت دلوقتي بعد ما عرفت كل ده بتسال نفسك انا ايه احتماليه اصلا ان انا الرهاب ده يروح وان اخف وارجع تاني لاداء مهمتي اليوميه بشكل طبيعي، اللي هو الروتينيه اساسا اللي بعملها طول حياتي. في الحاله دي ما تقلقش، كل اللي اتشخص برهاب الاتيكوفوبيا 90% منهم اتعالج بشكل طبيعي جدا عن طريق التعرض زي ما قلنا، لان انك تعرض الشخص ان هو يجرب مواقف اكتر وما يفشلش فيها، وحتى لو فشل فانت تديله الدعم المعنوي الكافي اللي يقدر يخليه يحس ان ده شيء طبيعي. ما كل الناس بتفشل، مين اصلا ما بيفشلش؟ زي ما قلنا اغلب الناس بتفشل وبتنجح، بتفشل وبتنجح، بتفشل وبتنجح، لان ده الشيء الطبيعي وده الشيء اللي لازم نتعود عليه دايما، ان مش كل حاجه دايما مكسب ولا كل حاجه دايما خساره. جينا بقى لاخر سؤال، امتى انا اكلم الدكتور او احس ان انا محتاج بجد تدخل طبيب مختص فعلا؟ وقتها لما يبدا يجي لك بانيك اتاك، لما فعلا تصيبك مشاكل صحيه، ومن الناحيه الثانيه برضو ما تقدرش تعمل ادائك اليوميه بشكل طبيعي، وبرضو انت عند الدكتور فطبيعي هتساله شويه اسئله زي انا ممكن اخد وقت قد ايه عشان خاطر اتعالج؟ طب هل لما اتعالج هل الموضوع ممكن يرجع لي تاني ولا خلاص كده هيكون راح بشكل دائم؟ وايه اصلا السبب الجذري لكل ده؟ وفي الاخر نقدر نقول ان كنا نفشل كلنا بننجح، سواء في مدرستنا، سواء في الجامعات، سواء في الشغل. المراحل دي كلها اكيد بيحصل فيها دروب، والدروب بيتعوض في حته تانية، زي مثلا انك تفشل في دراستك فتنجح قوي في شغلك اللي دراستك ودتك ليه، زي مثلا لما بعد تخلص ثالثه ثانوي والتنسيق يوديك جامعه انت اصلا ما كنتش حاببها، فانت ممكن بعد ما تخلص الجامعه دي وتشتغل، ففعلا الشغل اللي انت تروحه تأدي فيه وتلاقي ان الخير فيه اصلا اكتر بكتير من الجامعه اللي انت كنت مخطط لها او الكليه اللي انت كنت مخطط لها. وده كان كل عندنا النهارده في اخر حلقه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. كان معاكم محمود بدران من بدرانيات. تيك كير اوف يور سيلف. سلام.